يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. يا رب يكونوا كلكم بخير حبايب رانيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز المعمر المسكر اللي طلبوا مني. ألف ألف هنا للي هيجربه واللي هيقول لي رأيه في الكومنتات. وطبعا الرز أنا عملته بناء على طلب أغلى الناس عليا. يا رب يا رب يعجبك ويكون عند حسن ظنك، بس المهم انك تمشي على المقادير بالظبط وتمشي على الطريقه، وان شاء الله مفيش اسهل منه ولا اسرع منه هتعمليه بمنتهى السرعه اللي في الدنيا. بس الطعم والله العظيم انت بنفسك اللي هتقولي لي على طعمه عامل معاكي ايه، وهقولك على كل التريكات وازاي تطلعيه طري وفي نفس الوقت ما يبقاش ناشف. احنا عايزين نحس ان احنا بناكل ايه، قشطه مش رز معمر. انا عايزه الرز يبقى معايا طري زي القشطه وفي نفس الوقت برضو مفلفل. طب ازاي يا رانيا؟ هتمشي بنفس المقادير ومش هتندمي والله العظيم، سواء هتعمليه في طاجن او في الصينيه، الطريقه واحده ومفيش احلى ولا اسهل من كده. بس انت امشي على الطريقه وهتدعي لي ان شاء الله. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم، واوعوا تنسوني باللايك الجميل بتاعكم. يلا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونيجي مع بعض. طبعا اول حاجه انا معايا كيلو رز هنا، لازم يكون في فرق عقلتين بين الرز وبين البدايه كده. في بدايه الكلام خالص هنحط الرز ونقيس بصبعنا، لازم يكون في عقلتين معانا فرق. بنزل انا هنا معايا لكل كيلو رز انت هتنزلي بايه؟ هتنزلي بحوالي كوبايتين او كوبايه ونص من السكر. طب يا رانيا ده كتير؟ لا والله مش كتير، انا هقول لك المقدار اصلا المظبوط. المفروض لو انت عايزاه عشان تحسي بالسكر بتاعه لازم تحطي لكل كوبايه رز كوبايه ونص من اللبن وكوبايه من السكر. بس احنا عشان مش هنحط السكر يبقى جازع قوي معانا، فانا حطيت كوبايه ونص معايا من الرز على كيلو، كوبايه ونص من السكر على كيلو رز. وطبعا اي مكسرات عندك، اي مكسرات، جوز هند، سوداني، لوز، بندق، اي حاجه عندك، اي حاجه، اي مكسرات مش هتقول لا. انا عن نفسي هنا حطيت الجوز الهند والسوداني والزبيب. وطبعا كلنا عندنا كل الحاجات دي من رمضان. ومعايا معلقتين كبار كده حلوين محترمين من السمنه البلدي. وبعد كده عندك مثلا قشطه، انا كان عندي معلقتين برضو او قشطه في الفريزر، طلعت منها حوالي معلقتين كبار، ونزلت بكيلو ونص من اللبن. بتقلبي بقى كل المقدار ده كله كويس جدا، وبتروحي حاطه ايه، من نص كوبايه لكوبايه من الميه. هتحطي نص كوبايه، انا عن نفسي حطيت نص كوبايه، عايزاه يبقى طري اكتر بزياده من كده يبقى هتحطي كوبايه من الميه، لان الميه هي اللي هتسوي لك الرز المعمر بتاعنا. هقلبه بقى واسيب الخليط ده يفضل حوالي معاكي ساعتين 2 منقوع. لازم تسيبيه فتره علشان تاخدي احلى نتيجه، فهماني؟ احلى نتيجه اهو زي ما انا قلت لك. هتحطي من يا نص كوبايه يا كوبايه، ده حسب رغبتك انت، مش هيأثر معاكي. وبعد كده بتسيبيه منقوع لمده ساعتين وبعد كده بتدخليه الفرن على اعلى درجه، علشان هو مش هياخد وقت معاكي. وغير كده كل ما النار تبقى عاليه قوي في الفرن كل ما يديكي نتيجه احلى والرز يطلع معاكي اطرى، فاهماني؟ يلا بقى جربي الطريقه بتاعت رانيا ميكس، وهستنى منك دعوه حلوه وتصلي وتسلمي على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في الكومنتات. ويا رب يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وبالذات حبيبه قلبي وروح قلبي اللي طلبت مني الرز المعمر المسكر. اعمليه وعلى ضمانه رانيا، وهستنى رايك يا قمر، والف هنا وشفا. يلا سلام عليكم ورحمه الله.